سنة 2011 بدأت قعدت معهم أسر وبدأت أعمل المظاهرات. بعد فترة اتصلت مع عبد الله، ده اسمه الحركي، واسمه الحقيقي أسامة سمير. قال لي إن في مجموعات بتتكون تبع حركة، مجموعات طلائع تبع حركة حسم. وصلني بواحد اسمه فارس، ده اسمه الحركي. قال لي إن في لازم تاخد دورات تأهيلات عشان العمل المسلح. خدت دورات. كان مسؤول المجموعة هو فارس، كنا أنا وفارس وعلي وطارق. مسؤولنا كان فارس. خدت الدورات في تأهيل العمل المسلح. كانت دورات البدني، والدورة البدني، والدورة اللي بعد كده كانت دورة تأمين الموبايل في تأمين التواصل. وأخدت الدورة الثالثة كانت في الفيوم تبع مركز مع السلاح واستخدام السلاح. ثم بعد ذلك وصلني مجموعة جديدة. هي مجموعة كان مسؤولها أمير وكان فيها مجدي، وأنا كنت الثالث. ودي كانت المجموعة دي للتأهيل الاستكمالي العمل المسلح.